ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده بقى يا جماعه، بما اننا خلاص دخلنا في رمضان وكل حاجه تمام بقى، فقررت اعمل لكم حلقات رمضان اللي هي مثلا بقى ايه، سحور، حاجات للفطار، مشاريب رمضان. واول مشروب هنبدا بيه النهارده حاجه من اهم المشاريب لازم تبقى موجوده على ترابيزه كل واحد بيفطر في رمضان. ايه هي بقى يا معلم؟ الصوبيا. بس فيديو النهارده بقى مختلف. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان انا جايب الصوبيا جاهزه من عند اي عطار زي ما احنا بنجيبها البودر. والفرق بقى ان احنا هنعمل صوبيا من الاول بمكونات في البيت المصري، ونقارن ما بينهم انهي احسن، اللي احنا هنعملها في البيت ولا اللي بتشتريها جاهزه. فيلا بينا نشوف المكونات اللي هنعملها بقى مع بعض. اول حاجه طبعا هنجيب البوله بتاعتنا اللي هنخلط فيها المكونات. معانا نص كوبايه جوز هند مطحون، اللي هو هيكون بالشكل ده كده، يعني جوز هند ناعم او مطحون زي كده. وانزل بقى يا معلم. وللنص كوبايه دي بقى يعني حوالي ربع كوبايه او اقل شويه من لبن البودر. انزل برضو عليه كده. وبعد ما نزلنا بالجوز هند واللبن البودر هننزل عليهم بسكر بودر حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه. لو انت مش بتحبه مسكر قوي ممكن تنزل بمعلقتين 3، وفي الاخر تزود سكر وهو في الخلاط. فانت على حسب اللي انت بتحبه، على حسب السكر بتاعك. انا عن نفسي انا هنزل ربع كوبايه وحته بسيطه كده. وانزل يا معلم على ده. تنزل بقى على الكلام ده كله بكيس فانيليا. اهم حاجه تبقى كيس فانيليا بودر مش سايبه. تنزل بقى بالكيس بتاعك كده. والسر بقى معانا ايه اللي هيخليها تظبط وقوامها يبقى حلو؟ هيكون كريم شانتيه. في ناس بتستخدم دقيق الرز بس دوت بيتقل لما بتحط على النار. انا مش هحطها على النار، فانا هستخدم الكريم شانتيه دوت. احط شويه حلوين كده. اهم حاجه بس ما يكونش مسكر، يكون ساده خالص. وانزل يا معلم كده ايه المعيار بتاعك برضو. وبعد كده بقى يا معلم انزل عليهم بنص كوبايه الكريم شانتيه اللي احنا عملناه ده. وقلب بقى كل المكونات دي كده كويس مع بعض. كده بقى ايه الخليط بتاعنا ده يكون جاهز. نجيب بقى الخلاط الجميل بتاعنا. فاحنا هننزل بكوبايه لبن دي نص. فانزل كده بواحد اتنين. انزل عليهم بشويه تلج كده حته، ولو التانيه طلعت ايوه اتنين. واقفل يا باشا الكلام ده. يلا بينا على الخلاط. بعد ما التلج بقى اتكسر وساح معانا في الحليب، انزل بقى بشويه حلوين كده من الخليط اللي احنا عملناه، الصوبيا اللي احنا عملناها دي. وانزل يا معلم، انزل بشويه حلوين. خليك كريم. بالظبط كده. خلاص يا اسطى انت كريم قوي عليك. بس كده حلو قوي انت كده. كريم. واقفل بقى وانزل كده تاني. انا بعمل ايه؟ بقى بوظ. هو بيشتغل ازاي كده؟ صح. بسم الله ما شاء الله. انت لك ان تستوعب ان انت بقالك ربع ساعه عمال تلف يمين شمال. بس هو كده. وشغل بقى يا معلم. وهو شغال بقى كده افتح الحته بتاعتك دي من فوق. اوعى تطير في وشي ازعل. طبعا ما بتفتحش، فانا هفتح الخلاط كله وارمي مكعب تلج جوه وسيبه شغال بقى كده ايه دقيقه دقيقتين لحد ما يتقل معاك. يعني سبحان الله يا اخي، جت تتفتح بعد ما حطيت التلج. لازم نديله برضه شويه يرتاح كده عشان بخاف يتحرق، عشان ده لو اتحرق انا حياتي كلها هتبوظ. ده لو اتحرق انت مش هتبات في بيتكم اصلا النهارده. ده حقيقه. بص بقى يا معلم، بعد ما اتضرب كده وخلص افتح كده. شوف الجمال، شوف الحلاوه، يا لهوي على الريحه. ايش هذا، ايش هذا الجمال. بصوا يا جدعان الشكل بعد ما اتعمل، يعني حاجه يا جدعان من الاخر. نصب كده بقى ونشوف الكلام. شايف القوام؟ شايف يا ابني؟ يا ديني يا اسطى يا ولا اوعى الفوم دوت اهم حاجه. خد انت الاقل ديت عشان هتذلني يا اسطى. بس عليك بس يهبل. نجرب بقى يا جدعان كده مع بعض. انا متكيف قوي ناوي. هو لازم نجرب التاني. جامد يا ابو عمرو جامد. يا نهار اسود، انا متكيف جدا ناوي. انا الصراحه انا هسيب شويه كده عشان اقارن بينه وبين التاني بقى اللي هو الجاهز اللي احنا لسه هنعمله. ودلوقتي بقى بعد ما غسلنا الخلاط بتاعنا هنجرب اللي هو الجاهز اللي من عند العطار بنفس الخطوات بالظبط. فاحنا بقى يا معلم هننزل بكوبايه اللبن الجميله بتاعتنا. ادي كده نص، ادي كده كوبايه. بما انها بقى نفس الخطوات بالظبط فاحنا هننزل برضو بمكعبين التلج بتوعنا. واضرب بقى يا معلم مع التلج برضو. بعد بقى ما التلج ما اتعمل هننزل باللي هو الجاز تقريبا نفس الكميه اللي احنا نزلنا بيها بالظبط في اللي انا لسه عامله. ننزل بقى بالكميه دي كلها برضه عشان يبقى هم حاطين دقيق ولا حاطين ايه؟ طلع بودره. ما علينا. اقفل بقى كده يا معلم. بس كده بقى يا معلم ويكون جاهز بنفس خطوات تاني بالظبط. فاحنا بقى نجيب الكوبايه برضه اللي احنا غسلناها عشان الطعم ما يكرفش. هنصب ونشوف ايه الكلام. هو يعتبر نفس القوام بالظبط. فيلا بينا بقى يا معلم ندوق كده ونشوف ايه الفرق.
جامد. مبدئيا كده هي نفس الريحه، بس اللي انا عاملها اقوى شويه عشان حاطط عليها لبن بودر. دي تقريبا ما بيحطوش عليها لبن بودر خالص. ده اول فرق. تاني فرق بقى، دي سكرها عالي جدا، يعني صعب ان انت تشربها كلها، لكن دي سكرها مظبوط، ولو حابب تزود عليها سكر انت ممكن تزوده بنفسك. ندوق مره كمان نشوف كده. لا مش هتسيب لي شويه. هو في ده اللي احنا عاملينه طعم جوز الهند، يعني لو انت بتحب جوز الهند هيكيفك قوي. يعني بص، جوز الهند بيضرب فوق. هنا انا حاسس كده ايه اللي هو لحسه جوز هند كده، اللي هو الراجل شفت انت الشيف وهو بيمسك الملح وبيرسهولك كده كده اهو، هي دي رشه جوز الهند اللي هم عملوها في الحته ديت. فانا الصراحه شايف ان لا، انت لو عايز تعمل صوبيا بجد من الاخر فانت هتكلف نفسك فعلا والكلام ده، بس لا يستاهل فرق السعر جامد قوي بصراحه. يعني عايز تدوق يا ابني يا وجرب؟ ريت. مش هحرمك من حاجه، ده الجاهز. طب هو مبدئيا ده سكر جامد جدا، يعني سكره كتير قوي. لا انت بتخلص، انت بتدوق عشان تشوف الفرق، مش بتخلص الكوبايه. هو اي نعم فعلا بجد طعمه جامد، بس شوف الفرق. ده مظبوط. السكر لو انت مالكش في السكر جامد ده هيعجبك، يعني دي مسكره قوي قوي. كلام جميل. خلصت الكوبايه خلاص. ما علينا يا جدعان. بصوا يعني انا هقولها لك من الاخر. مبدئيا كده انت لو بتحب طعم جوز الهند يبقى عالي فانت هتروح لده. اي نعم هتكلف نفسك بس هتروح لده. لو انت مش بتحب جوز الهند قوي ومش مش بتحب طعمه كده يبقى باين معاك وانت بتشربه، فانت لا الصراحه وفر وروح لده. ده مش بقول لك ان هو وحش، هو طعمه جامد جدا، بس انا شايف ان ده طعمه حلو ومظبوط اكتر، وجوز الهند ضارب فوق، وفي نفس الوقت انت عارف مكوناته لانك انت عاملها في بيتك. يعني ايه يا اسطى تخلصهم كلهم يا اسطى؟ صب لي حبه من اللي انت عاملهم يا اسطى، والله عشان حلو يعني. اصل انا اقول لك على حاجه، انت كجون كحيان على الحديده لو اتعودت على اللي انا عامله فانت مش هتحب الجاهز، فانا بفكر في مصلحتك يا غبي. ماشي بس خلاص. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص. لو المقارنه ديت عجبتك وحابب تشوف مقارنات تاني وحاجات تاني لرمضان فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد وهبده جديده مننا. وانتظروا فيديوهات جايه لرمضان جامده جدا، فلو انت مش متابعنا انزل يلا دلوقتي تابعنا حالا عشان هتلاقي شغل عالي جايلك في رمضان. وطبعا كالعاده لو انت عندك عبادات جديده، افتكاسات، تجارب فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، فانت سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لنا على الانستا، هتلاقي اللينك تحت برده في الديسكربشن، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الفوتوغرافر عشان خاطرك انت. ونشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام. ايه اللي انت عملته ده يا اسطى؟ مش عارف.